آيات الله سبحانه وتعالى مبثوثة في هذا الوجود في كل شيء، في الإنسان وفي الأرض وفي الطعام والشراب وفي السماوات وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق، فآيات الله في هذا الوجود أمام الإنسان المتأمل والمتبصر. وفي أنفسهم، كيف تسمع بهذه الأذن، وكيف تبصر بهذه العين، وكيف تشم بهذا الأنف، كيف تنطق بهذا اللسان. في جسد الإنسان مضغة وزنها من 280 إلى 340 غرام، ينظر في اليوم 115,000 نظرة. هل للإنسان علاقة بذلك؟ في جسم الإنسان كلية تغسل له في اليوم 36 مرة، هل له علاقة بذلك أم يحس بذلك؟ وكثير من الناس له عين ولا يبصر، وله أذن ولا يسمع، وله لسان ولا يتكلم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ولهذا ربنا عز وجل نشر في هذا الوجود الآيات التي لا حصر لها، وإذا ما تأملتها وتدبرتها ووجدت أنها تدلك على الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين. إذن الآيات لمن؟ للموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله أكبر. العقل عبارة عن كتلة دهون، كيف يفكر وكيف يحل المشكلات وكيف يصدر أوامره لكي ينطق الإنسان بما يشاء وكيف يحفظ المعلومات. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. أنت إنسان خلقك الله ووضع فيك من الآيات وحولك وفي طعامك وشرابك ما يدلك على الله العظيم القوي. وقد ذكر الله عز وجل الآيات في كتابه العظيم في مئات المواضع، وردت لكم آية وآياتنا وآيات، بل زادت المواضع عن 350 مرة. بل إن كل آية من آيات القرآن مكون من 6236 آية هي آيات تقرأها بعينك، لكنك ترى مثلها في هذا الوجود الفاسد أمامك. فيا حسرة على من أعرض عن آيات الله. قال الله سبحانه وتعالى:
في هذه الآية؟ هذه الآيات التي تتعامل معها في طعامه. قال الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم في الأنعام لعبرة. هل تنظر إلى هذه العبرة؟ أنعام ترعى وتأكل الحشائش الخضراء واليابسة وتهضمها، ثم تختلط هذه الحشائش مع دم الدابة من البقر والإبل والغنم والماعز، ثم ينزل حديثا صافيا من بين فرث. هذا الفرث هو العشب المأكول من بين فرث ودم، ينزل لبنا خالصا سائغا للشاربين. من أين يخرج؟ من بطون الأنعام. هل هناك مصانع تصفي هذا اللبن؟ أنت تتعامل مع هذه الآية في أكثر الأيام، وكثير من الناس يأكلها بكميات كبيرة طوال عمره ولا ينتبه إلى عظمة الله وقدرته في هذه الآية. ثم هناك آية أعظم أيضا من ذلك، النحل، هذه الحشرة الصغيرة، وهناك حشرات أكبر منها ولا تفرز ذلك ولا يمكن أن تفرزه. هذه الحشرة أيضا آية من آيات الله. أمر الله أن تسلك كل سبيل وأن تخرج للإنسان أشياء فيها شفاء للناس. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذوا من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. والنحل لا يقع إلا على الثمرات. فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها. الله أكبر. في الأنعام رغم أن بطن الناقة كبير وبطن البقرة كبير قال من بطونه. الآن يقول عن النحل الصغير يخرج من بطونها. أين بطون النحل؟ هل ترى بطنا لها؟ لو أخذنا نحلة وقلنا لك أين بطنها وأين العسل في بطنها؟ يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآيات. هذه الأشياء هي آيات نحل خمري وأبيض وأصفر وعلى خضراء مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هل تتفكر في هذه الآية وأنت تأكل العسل وتشتريه بالألوان المتعددة؟ أنت تتزوج فتاة تبلغ من العمر 20 عاما. أين كانت هذه قبل 20؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يقول لك المولى سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وين ما راح الإنسان سيعود إلى البيت. جنة الإنسان وملكه في بيته، لا يأخذ راحته ولا يشعر بالأمن والأمان والمودة والرحمة إلا في البيت وفي ظل الزوجة الصالحة.